في عربيات كده دايما بتفكرني بالطالب اللي بيقعد في الديسك الثاني في المدرسه، دايما بيحاول ان هو يطور نفسه عشان يطلع يقعد في الديسك اللي قدام، وده بالظبط اللي بتعمله شركه بي واي دي الصينيه. النهارده انا جايب لكم بي واي دي اف 3. العربيه دي بتتنافس بقوه شديده جدا في فئه العربيات الاقتصاديه، عربيه ليها منافسين كتير جدا، بتلعب حلو قوي في الفئه الاقتصاديه، وبصراحه عربيه مميزه واكتسحت في الفئه الاقتصاديه دي. انا مؤمن الوزير، والنهارده هكلمكم عن بي واي دي اف 3 من ناحيه كل حاجه، مواصفات ومميزات وكمان العيوب. ويلا بينا نشوف حكايه الاف 3 دي. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. اول حاجه هنبص عليها في العربيه دي وهي الشكل الخارجي. يعني مجمل تصميم العربيه الخارجي هو شيك وحديث برضو، ولكن ما فيهوش ولا طابع الرياضيه ولا اي حاجه يعني حاده، وده طبيعي جدا في عربيه اقتصاديه زي دي، لان العربيه هي بتقول لك انا عربيه شغل، مش عربيه يعني مش عربيه رياضيه وعربيه منظره والكلام ده. تصنيف العربيه دي هي عربيه سيدان، وبصراحه يعني تصميمها الخارجي انا شايف ان هو كويس. انا عن نفسي راضي عن التصميم الخارجي للعربيه دي. خلونا نبص على اول حاجه في العربيه دي وهي الواجهه الاماميه للعربيه او شكل العربيه الامامي. طبعا عندنا شبكه تهويه الى حد ما يعني حجمها متوسط باللون الاسود، هي بلاستيك، وطبعا عندنا هنا دي كروم وعلامه بي واي دي طبعا. وعندنا الاكسدام شكله مش حاد قوي، يعني هو يعني في خطوط بسيطه. عندنا طبعا الفوجات بتاعت العربيه، وهنا الفوانيس بتاعت العربيه هي هالوجين عاديه جدا، ما فيها مش ال اي دي ولا اي حاجه. وعندنا كمان هنا خطوط حاده وبارزه من الكبوت سنه مش قوي، يعني برده مش مخليه شكل العربيه رياضي. يعني نيجي بقى للجنب بتاع العربيه، وبرده طابع ان جنب او شكل العربيه في المجمل هادي ويعني مش ما فيهوش اي حاجه حاده، ما خرجش عن جنب العربيه، ما فيهاش غير هو خط واحد جايب من اول الرفرف لحد اخر العربيه، خط ناعم وانسيابي جدا، ما فيش يعني مش هيبقى فيه اي احتكاك خالص من جنب العربيه مع الهواء تقريبا. يعني اللي عندنا المرايه بتاعت العربيه دي هي مش طي كهرباء او ما بتضمش كهرباء، ولكن هي مرايه كهرباء وفيها من هنا اشارات ال اي دي. وكمان عندنا هنا الاوكر النيكل او الاوكر الخارجيه اللي هي النيكل اللي موجوده في العربيه. كمان عندنا في العربيه دي جنط رياضي او الجنوب بتاعتها كلها رياضيه، بتنزل في الفئتين، مقاس 15 بوصه. نيجي لظهر العربيه، وبصراحه عندنا هنا يعني ظهر العربيه بسيط جدا، هادي بدرجه كبيره جدا، مفيش اي حاجه تتقال عليه غير ان عندنا هنا في الفوانيس الجزء ده بس، هي مكان ما انا بعلم كده ده ال اي دي، الباقي عادي جدا. حاجه كمان ما عجبتنيش في ظهر العربيه وهي الجزء الكروم ده، انا شايف ان مكانها مش لذيذ، يعني او ان احنا كده قلبناها توك توك بصراحه. العلامه بتاعت بي واي دي هي بتنور، انا مش عارف، ما اعتقدش انها هتبان لكم في الصوره، ولكن هي بتنور، بتبقى باينه بالليل، بتنور مع النور الصغير، بتنور نور احمر كامل حواليها. فانا شايف ان شكلها ما بيبقاش لذيذ قوي، يعني ما بيبقاش شكلها لطيف ان هي تبقى في ظهر عربيه. انا اول مره بصراحه تقابلني تصادفني حاجه زي كده يعني. تعالوا بقى ندخل للتصميم الداخلي للعربيه، وبصراحه انا مش شايف ان التصميم الداخلي للعربيه مواكب قوي التصميم الخارجي بتاع العربيه او مواكب الحداثه بتاعته، ولكن هو برده في المجمل التصميم حلو برده الى حد ما. وعندنا طبعا الصالون كله بالكامل من البلاستيك، الابواب التابلو كل ده من البلاستيك، مفيش غير هي الطاره بس اللي جلد، وكمان عندنا هنا المسند بتاع الباب هو اللي جلد، غير كده كل حاجه بلاستيك بلاستيك بلاستيك. ده طبعا مش حاجه تعيب العربيه دي، لانها في الاول وفي الاخر زي ما قلنا هي عربيه اقتصاديه مش عربيه جايبها. فانا طبعا هتضايق، لا ازاي عربيه زي دي بلعب في الفئه الاقتصاديه وما فيهاش فيها جلد وما فيش الكلام ده؟ لا ده كده يبقى انت كده بتفكر غلط، او العربيه دي مش مناسبه ليك. دي حاجه مناسبه للعربيه زي دي. ولكن لو جينا نبص هنا، يعني في حاجه بقى ايه يعني هيظاني شويه، ان انت عندك مثلا الشماسه طبيعي يكون فيها مرايه حتى، انا مش عارف بصراحه هم تقريبا نسيوها في الصين. نيجي نبص بقى عندنا هنا، عندنا هنا مدخل، ده مدخل بتاع كارت ميموري، تمام. عندنا الناحيه الثانيه مدخل يو اس بي، مدخل اي او اكس. عندنا هنا درج تخزين، عندنا هنا كاسيت اعتيادي يعني عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. عندنا تحت هنا برضو عندنا ولاعه، مدخل 12 فولت كهرباء. عندنا كمان هنا التابلو بتاع العربيه مساحته معقوله. بالنسبه اصلا لمساحات الجلوس، يعني وانا قاعد في الكرسي اللي قدام، انا كده حاسس ان انا يعني الدنيا تمام مرتاح. السقف بيني وبين السقف عالي، مساحات الارجل مرتاحه قوي تمام. حتى مساحه الكرسي هو اللي الكرسي هو اللي ممكن يكون ناشف شويه من الظهر بالذات، تحس الكرسي بتاع العربيه ناشف شويه، ولكن يعني في المجمل حلو. كمان عندنا هنا العدادات بتاعت العربيه دي عدادات انالوج اعتياديه تماما، دي برده مش حاجه غلط او حاجه مثلا مش حلوه. التكييف بتاع العربيه طبعا احنا مش هقول لك تجربه عنه، لان احنا اصلا في الشتاء احنا بنصور درجه الحراره دلوقتي تقريبا 14 او حاجه، فمش عارف ان انا احكم لك عليه صح. ولكن عندي تعقيب بسيط بس على فتحه التكييف اللي الناحيه دي، يعني دي لو يعني يمين شمال هي هتيجي على ايدك وانت سايق، وانت ماسك الطاره كده دي لازم هتيجي على ايدك، فانا شايف انها مش متناسبه او مش متناسقه مع العربيه من جوه. نيجي بقى نرجع للكنبه الخلفيه، برضو عندنا بالنسبه للمساحات، فعندك هنا مساحه الراس كبيره جدا،
عندنا بالنسبه وانت قاعد بقى هنا، انا عندي بس اول تعقيب وهو نفق الفتيس عالي بصوره مش لذيذه، يعني لو 3 قاعدين هيتضايق قوي قوي الناس، يعني هيتضايق قوي اللي قاعد في النص. بالنسبه لمساحات الارجل يعني متوسطه، يعني انا قاعد كده مرتاح، يا دوب لامس الكرسي اللي قدام ولكن مرتاح، يعني مش متضايق. بس اعتقد ان هم لو 3 قعدوا في الكنبه هتضايقهم طبعا، ده اكيد. وكمان عندنا هنا ان الكنبه دي ممكن ان انت تفردها او ان انت تطبقها يعني تفتح مساحه اكبر للشنطه، فدي برده حاجه كويسه كعربيه اقتصاديه. فعلى فكره العربيات الاقتصاديه ما فيهاش الكلام ده، انا بشوفها عيب في العربيات الاقتصاديه، بشوف ان انت الكنبه ممكن انها ما تتفتحش، ده عيب. نيجي نرجع تاني برده لقدام وخلينا اكلمكم عن المساحات الزجاجيه، فانا شايف انها كويسه معقوله الى حد ما. العربيه كان ناقصها فتحه سقف، ده اللي انا رايي فيه، يعني حتى لو تنزل في الفئه الاعلى اللي هي الاوتوماتيك. ولكن عندي مشكله وهي ان القايم يعني وانت قاعد، لا القايم ممكن يعوق شويه رؤيه، القايم عريض يعني هو مش كبير بس عريض، القايم عريض. نيجي نبص بقى هنا، في عندنا طبعا 4 ازاز كهرباء، ده المسوجر بتاع العربيه، ده هنا طبعا اللوك بتاع الازاز. عندنا هنا برده ده الجزء ده التحكم في الدايره بتاعت الشبوره الخلفيه، التحكم في المرايات، وده كمان اللي بيتحكم في الاضاءه بتاعت التابلو او قوه شده الاضاءه بتاعت العربيه. عندنا هنا ده الدراع بتاع الاشارات، ده قصدي عفوا الدراع بتاع النور، وده الدراع بتاع المساحات. العربيه يعني عربيه اعتياديه بصراحه، يعني هتلاقي فيها تقريبا كل حاجه انت محتاجها في الفئه الاقتصاديه دي. نيجي عندنا هنا في النص، عندنا هنا وحده التحكم في التكييف، عندنا طبعا هاند بريك عاديه، وكمان عندنا وحده تخزين يعني في الكونسول الوسطي، مساحتها مش كبيره برده، مساحتها معقوله يعني. وطبعا مساحات تخزين في ال4 ابواب، ومساحه التخزين في العربيه يعني الباب اللي قدام انا شايف ان هي حلوه قوي قوي يعني على عربيه زي دي. اما بالنسبه لنقطه العزل في العربيه دي، فالعزل الصوتي حلو يعني لحد ما، عزل الصوتي كويس، لكن العزل الارضي بتاع العربيه مش احسن حاجه. العزل الهواء بتاع العربيه وانت فوق ال 120 هيزعجك، يعني احتمال كبير قوي 90% ان هو هيزعجك يعني. نيجي بقى لنقطة الأداء في العربية دي، وهي موتور بتكنولوجيا ياباني. الموتور بتاع العربية دي بيطلع 108 حصان على 5800 لفه في الدقيقه، ولكن بيطلع 145 نيوتن متر من العزم على 4500 لفه في الدقيقه. طبعا هو الارقام دي انت ممكن تشوف ان هي بتطلع متاخر، ولكن هي في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت لكم دي عربيه اقتصاديه، مش عربيه انت محتاج اصلا ان انت هتفضل طول الوقت تمشي وتدوس بيها وتحرق والكلام ده، هي مش بتاعت الكلام ده، عربيه موجهه للفئه الاقتصاديه وعربيه بتاعت شغل، يعني مش عربيه بتاعت حرق. كمان العربيه دي بينزل فيها نوعين من الفتايس، فتيس مانيوال عادي جدا اعتيادي، وفتيس اوتوماتيك ولكن سي في تي، طبعا غياراته وهميه ما فيهوش اي غيارات. بالنسبه بقى لتسارع العربيه دي بالارقام الرسميه هو 12 ثانيه من الثبات لل 100 كيلو، ومتوسط استهلاك العربيه دي للوقود هو 6 لتر فاصل 3 لكل 100 كيلو. اما السرعه القصوى للعربيه دي وهي 180 كيلو متر في الساعه، ده السرعه القصوى بتاعتها. بالنسبه للعفشه بتاعت العربيه دي فعندنا العفشه الاماميه ماكفيرسون عاديه، العفشه الخلفيه عفشه متصله او اللي هي تورشن بيم، فطبعا ثبات العربيه مش احسن حاجه. طبعا احنا عارفين العفشه اللي هي التورشن بيم او المتصله ما بتديش قدره عاليه للعفشه انها تعرف انها تتكيف مع الطريق زي ما هي عايزه او زي ما العربيه عايزه، فده طبعا بيأثر على نقطه الثبات. فالعربيه دي طبعا يعني الى حد ما احنا بنتكلم في عربيه اقتصاديه برضو، فالعربيه من فوق ال 120 محتاج ان انت يعني تكلبش في الطاره وبتعرف ان انت تهندل العربيه ازاي. بالنسبه للراحه برضو او بالنسبه لراحه العربيه دي فمستوى الراحه فيها يعني متوسط، مش هنقول هو وحش ولا فوق المتوسط، هو متوسط بالظبط، ده كده حاجه حياديه. العربيه عامه في المجمل او في مجمل الاداء بتاعها برضو كويس كعربيه اقتصاديه. بالنسبه لنقطه الامان في العربيه دي فالحقيقه انا ما لقيتلهاش اختبار على اليورو انكاب او استراليا انكاب، فعامه هي ليها اختبارات في الصين، ولكن طبعا يعني مين اللي هيشهد للعروسه. المهم ان الامان بتاع العربيه دي او باكج الامان الموجوده في العربيه دي هي واحده بتنزل في الفئتين بتوعها. العربيه مجهزه بتجهيزات ستاندرد 2 اير باج، وكمان فيها اي بي اس اي بي دي ومانع السرقه اللي هو الامبلايزر، ما فيهاش اي حاجه ثانيه ولا فيها اي اس بي ولا فيها اي حاجه ثانيه. خلونا بقى اعرفكم الفرق بين الفئتين بتوع العربيه دي. اولا العربيه دي بتنزل بفئتين، عامه الوكيل بتاعها هي شركه الامل للتصنيع وتجميع السيارات سواء بي واي دي ولادا كمان. الفرق بين العربيتين دي هي بينزل فيها فئتين بس، فئه اوتوماتيك وفئه مانوال. الفئه اللي معايا دي اللي هي المانوال. الفرق بين الاوتوماتيك والمانوال ان الاوتوماتيك بيبقى فيها سمارت كي، ده المفتاح بتاع العربيه دي يعني اعتيادي،
اهو مفتاح عادي تمام. دي المانيوال. بالنسبه للاوتوماتيك بتنزل بمفتاح سمارت كي فيها ستارت انجن، وكمان بينزل مقابض الابواب باللون بتاع العربيه، ولكن في العربيه المانيوال بتنزل باللون مقابض بتاع الابواب باللون الكروم. يعني انا شايف اصلا ان هم عكسوها، يعني هو كان المفروض في الفئه الاقل يحط لك نفس اللون بتاع العربيه، ولكن الكروم يحطوا لك في العربيه الفئه الاعلى. بس انا مش عارف بصراحه يعني ايه وجهه نظرهم في الموضوع ده. وكمان بينزل فيها الفتيس اوتوماتيك سي في تي، ولكن طبعا في ناس ما بتفضلش الفتيس السي في تي عشان بتبقى مشاكلها كتير وحواراتها كتير، يعني مش اي حد فاهم الفتيس السي في تي صح. نيجي بقى لعيوب العربيه دي، ودي ناس كتير قوي مستنياها. برضو في الاول يا جماعه انا حابب افكركم انها عربيه اقتصاديه تمام. اولا عندنا الثبات بتاع العربيه دي من بعد 120 مش احسن حاجه، ده على فكره طبيعه الحال في العربيات دي، يعني مش عيب قاتل في العربيه دي او عيب ان هو مش هيخليني اشتريها، لا يا جماعه دي عربيه اقتصاديه فده مش عيب فيها. تاني حاجه وهي ان الداخليه بتاعت العربيه كلها او الانتيريور بتاعت العربيه كلها بلاستيك، مفيش غير هو دوب بس هو المسند بتاع الايد ده في الاربع ابواب والطاره هم اللي جلد، الباقي كله بلاستيك، يعني 90% من العربيه بلاستيك تقريبا، كل ده كده كل ده بلاستيك تمام. دي برضو مش حاجه يعني انا مش شايف انها عيب قوي، ولكن في الناس يعني عايزه تسمع الكلام ده، انا برضو بقول لكم ده وبقول لكم ده مش حاجه وحشه قوي في العربيه دي. تالت حاجه وهي اننا دلوقتي في سنه 2023 وانا شايف ان هم متمسكين او لسه عايشين في 2014 حاطين كاسيت في العربيه دي اعتيادي جدا. يا جماعه حطوا طيب شاشه وسطيه، مش لازم انها تكون احدث حاجه او اعلى حاجه، شاشه وسطيه حتى مش شرط تكون بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو والكلام ده، لا شاشه وسطيه بس تتوصل بالبلوتوث يبقى يعني مديها روح شويه للعربيه. انا شايف ان الشاشه دي انا قاعد كده حاسس ان انا قاعد في عربيه موديل 2014 او 2013. اخر حاجه بقى في العيوب وهي انا شايف ان العربيه دي كانت محتاجه قوي نظام الثبات الالكتروني الاي اس بي، كانت فعلا محتاجه النظام ده. احنا بنتكلم اصلا عربيه خفيفه، العربيه ثباتها بعد 120 مش احسن حاجه، فلازم ان انا احط فيها نظام الاي اس بي، لان العربيه ما فيهاش غير هو في انظمه الفرامل او انظمه الثبات غير اي بي اس واي بي دي بس. دي مش حاجه هتعمل لك موازنه حلوه قوي، دي بقى اللي انا هقدر اعقب عليها فيكم واقول لكم لا دي العربيه فعلا كانت محتاجه النظام ده. نيجي بقى في نقطه ان العربيه دي زي ما قلنا هي فئه اقتصاديه، فبتنافس مين بقى في الفئه الاقتصاديه بالظبط؟ عندنا طبعا منافس اول نيسان صاني، فورلي افيو، وكمان جيل ايميجرانت 7، رينو لوجان، وكمان بالطبع شيري اريزو 5. كل العربيات دي يعني انا شايف انها عربيات فيها الحلو وفيها الوحش، ولكن العربيه دي انا شايف انها عربيه متميزه وقدرت تعمل لنفسها سوق كبير جدا، طلب كبير جدا عليها، وعرفت تحقق نفسها في فئه العربيات الاقتصاديه. نيجي بقى لتقييم العربيه دي بصوره حياديه. نيجي لاول حاجه وهي التصميم الخارجي للعربيه، اقيمه مثلا ب3 من 5، شكلها حلو وكل حاجه ولكن مش احسن حاجه في الفئه دي تمام. نيجي للتصميم الداخلي للعربيه اقيمه ب2 من 5، انا شايف ان يعني لا كانت محتاجه شغل من جوه قوي شويه عن كده، خاصه موضوع مستفز لو انت تنزل الشماسه ما فيهاش مرايات، ده موضوع مستفز. بالنسبه للاداء 3 من 5، اداء متوسط جميل جدا، واداء العربيه هادي حلو، يعني اداء حلو على العربيه زي دي. بالنسبه للامان هديها نقطتين عشان العربيه فعلا مش هقول لك محتاجه 4 ايرباجز، ولكن ده اكيد انها محتاجه على الاقل 4 ايرباجز، ولكن ماشي. اهم حاجه كانت محتاجه العربيه دي وهي نظام الاي اس بي، العربيه فعلا كانت محتاجه النظام ده قوي. وفي نهايه الفيديو طبعا لو حد معاه اي تجربه مع العربيه دي سواء ايجابيه او سلبيه يسيبها لي في الكومنتات. وانا مؤمن الوزير وكان معايا النهارده بي واي دي اف 3. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناه بتاعتي او لايك للبيج على الفيسبوك لو انتوا بتتفرجوا على الفيسبوك. ولو حد عنده اي استفسارات بخصوص العربيه دي او اي حاجه في مجال العربيات سيبها لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. كان معاكم مؤمن الوزير، سلام.